السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم، قناة أهل مصر الإخبارية. ماذا قال المدرب الكبير أنشيلوتي عن أداء المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني؟ أنشيلوتي كان منبهرا جدا بأداء المنتخب السعودي. قال: لقد لقنوا المنتخب الأرجنتيني درسا قاسيا. وكان قد نشر المدرب الكبير أنشيلوتي تحليلا كاملا للمباراة عبر حسابه الشخصي بالإنستجرام. وقال أنشيلوتي: كان مذهلا، السعودية تفوز على الأرجنتين واليابان تفوز على ألمانيا. حقا إنه أمر مذهل. هذه هي كرة القدم، وأريد أن أؤكد عن الموقف والالتزام الجماعي والرغبة في القتال على كل كرة، كما فعلت السعودية واليابان وتونس. وواصل أنشيلوتي الذي تولى الإدارة الفنية لفريق ريال مدريد الأسباني عن أداء المنتخب السعودي: لقد لقنوا الأرجنتين درسا قاسيا حقا في كرة القدم. وتابع: كرة القدم لعبة جماعية، واعتمد المنتخب السعودي ولاعبيه على الروح القتالية العالية للاعبيه، متفوقا على غرور المنتخب الأرجنتيني الذي اعتمد فقط على ميسي، الذي ظهر عاجزا أمام صلابة وقوة خط وسط ودفاع المنتخب السعودي. واختتم أنشيلوتي حديثه: كل التقدير والاحترام لما قدمه المنتخب السعودي